يا هلا ويا مرحبا. لي من مدة طلبت من القصاب اللي أنا أشتري منه الغنم والخرفان وكذي. قلت له إذا عندك ذيل ثور ذيل عجل يسمونه أوكستيل بعد، احنا نسميه عجوة، وفي لهجات وايد يعني مثل المصريين يسمونه عكاوي، هناك في سوريا يسمونه عصعوص يعني كذي. فسألته قال لي والله أشوف لك أنا أقدر أجيب لك، وجاب لي كراعين وجاب لي، وكان شيء طيب يعني. العجل ماله نوعية يعني فاخرة، ساعة ونص يستوي العجل. المهم قلت له كررها الله يخليك يعني ساعدني، الطعم لذيذ وداشين على عيد يعني، العيد تبي ريحة لحم، أنت تبي تاكل لحم. المهم طرش لي اياها مع عراقيب، مو شو اسمه اللي يسمونه كراعين، لا عراقيب اللي تشوفون هذول، طرف العرقوب مال العجل، الخروف اللي يتعلق منه، وصوب العيد ندش نغسل نغسل ذيك الشور، ذاك الشور الطيب نغسلهم زين. ذكرني في واحدة استضفتها في البرنامج عندي، شرحت أنا شلون أسوي المكبوس شفهي. قلت له ها كأنك واقفة ما عندك سالفة تقولينها، تقول لا أنا نفس طريقتك بالضبط بس أغسل اللحم، كان أشفطها ووزعها نفس هذا الحلا شو اسمه الزوبعة اللي صارت. المهم الحين نبي نفوح هالأشياء هذه الطيبة ببساطة، ما نبي نعقدها. فقطيت كم ثوم مهروس، حتى مو يعني مو ضاربة، لا بس طقة شي صغيرة بالسكين على شوية دهن، ونزل أغراضك. شوفوا البساطة لما تتعامل مع اللحم مالك أو أغراض الإيدام مالك، تتعامل معاها ببساطة ترى تعطيك نتيجة. هذه البكشة جاهزة، هذه دعاية مني لها. الأخت منى الصفار على الانستغرام تلقونها، منى الصفار، هذه البكشة منها، بس أنا أزيد عليها أشياء بعد شوية أوريكم. وحطيت بصل وبس، كب عليه ماي بارد، كب عليه ماي بارد، غرق وخله يطبخ على نار هادية. بوريكم سالفة الزفرة اللي يسولفون عنها عقد الانستغرام والسوشيال ميديا. أطير الزفرة الحين، هذه كراعين وذيل ثور، عجوة، عكاوي، عصعوص. شلون الحين؟ بنخليه يطبخ نص ساعة. قاعد أشوف الجدر هذا اسمه جدر أمي، اسم الماركة يعني جدر أمي، شريناه وفعلا خوش جدا طيب، ما هي دعاية بس ما راح تلقونه أصلا. هني هذه البكشة الثانية فيها بهار حلو مع فلفل السيشوان، يسمونه السيشوان بيبر، وهو صيني بس قطنا داخل. تكمل على بكشة منى الصفار أختنا، الله يطول عمرها ويحفظها. الحين عقب تقريبا ساعة إلا ربع نطلع. وين اللي يقول طير الزفرة؟ وين يقول نرفع الزفرة؟ ماكو. تطبخ صح ما تطلع هذه الرغوة اللي تورون اياها الرمادية، ما تطلع. رغوة ما نبي، اللي يطبخ صح يطلع معاه صح. اللي يقول نطير الزفرة، يا أخي أنت شغلك غلط، شو أسوي لك؟ هني صار لنا تقريبا ساعتين ونص تقريبا. شوف شلون كل شيء متأرجل. البكشة مالتي اللي مالت البهار الحلو والسشوان تبطلت. البكشة مالت أختنا منى لا والله قاعدة شادة عمرها، بس ريحة طيبة تطلع منها. ترى السشوان بيبر يعطي نتيجة طيبة حيل مو شوية حيل. أخ احترق سامي. المهم
كذي انا الحين طفيت التورة لان انا قاعد اشتغل بالليل ومعي صديق يصور لي ترى، فما حد راح يقول لي بضوء المروق. قلت المروق كان اقول هذا كنز عندي حق باكر، كنز حق باكر، لان طعم المروق هني كان وايد طيب. فقلت اطفي التورة، ارفع البقش هذول بقشتين، بقشتي وبقشة اخوتنا من الصفار، وناخذ فاصل. الفاصل يعني باكر. رجع من الفاصل باكر، صبعي مجروح، شوفوا صبعي مجروح، جرح بسيط حيل بسيط، بس لازم الف هذا اللف الشفاف اللي هو يمنع الماء عن الجرح. هني حطيت ماعونين، الماعونين واحد اعزل فيه العصعص عن العراقيب، العصعص عن العراقيب عزلناهم، لان العصعص بسويه مرقة والعراقيب بكبس عليها عويشتنا. وفي شيء ما قلت لكم اللي هو المفاجأة، شلون بطبخ العصعص او العكوة او العكاوي، يسموه اللي تسمونه كل من بلهجته، بس احنا نسميه العكوة. والبدو نسيت يسمونه شنو، العقو. ايه العقو، ما ادري يمكن انا غلطان، العقو يمكن انا غلطان، بس عكوة هذا اكيد هذا. حتى في شو اسمه، في هزوجة يا بلدي عكوته كذي شغله، هزوجة قديمة. الحين يبنى جذر. شوفوا البساطة لما يكون عندك انت الحيمة جاهزة ناضية مستوية، ثوم مثلج من الفريزر، ثوم حطيت الكمية اللي بيها. الحين نقط عليها شوية زيت على أساس إن الثوم يعني ينحمس شيء بسيط، وخليه ينحمس ياخذ وقته. هو طبعا أنا اختصرت لكم الوقت، هو مو كذي، هو أطول من الوقت اللي تشوفونه لأنه مثلج ياخذ وقته. الحين احنا نحمس راح تحسون في لحظة اختصار كذي بسيط إن الثوم توزع. بعدها نزلنا ذيل الثور أو العكوة أو العكاوي اللي تسمونه العصعوص، السوريين يسمونه عصعوص. ننزله بعد شوي، وعقبها تبدأ تصير المعركة لعمل ديك المرقة الطيبة. تابعوا معاي بتشوفوا. هذا العكوة نزلت، ترى لحم لذيذ، واللي ما ضاق لا يستنكر، لا لازم يشجع نفسه يذوق. يعني في بهار حلو منرفزني مو عارف اطلع ناس، طلعت الطريقة يعني حرقت ايدي. طماطة واحدة وسط قطيتها. طبعا الذيل له منهرب، فأي شيء ينزل على السريع عشان ما أعوض. طماطة وطماط معجون، ثوم قبل مع شوية زيت، نحرك. لما نحرك شيء تقليب، ما نحرك نعفس الدنيا، لا تقليب علشان اللحم ما يتهردق من العظم، باقينا يثبت على العظم. الحين بختصر لكم بعد السالفة فيها. أنا حمست العجين مدة لا بأس فيها. نزلت هني لومي أسود 2 حبتين حلوين وايد حلوين، نحرك ولكن تحريك بحذر. إذا تشوفون أنا قاعد أقلب، ما أعبج، لا أقلب. الحين بنزل ماي ولا نزل كزبرة؟ والله نسيت، كنا فيها كزبرة. أيوة أساس الطباخ كزبرة. أبي منكم تكتبوا لي أنتم شو تسمون ذيل الثور، يعني اكتبوا لي ذيل الثور شنو اسمه عندكم. بالإنجليزي أوكس تيل، إحنا عندنا نسميه العكوة، وكل واحد يكتب لي شنو هو. الحين أنا بزود من مروق
كلها كان فيها اللي هو العراقيب مع ذيل او العجل. نخلص كذي ونسقي. لما تسقي هني الريحة خيالية جميلة، وايد جميلة. فخلونا يعني نختصر، وريتكم الاختصار شلون. نجيب البطلة البامية، هذه البطلة ما حد سواها قبلي، بامية على العشوة. خلينا نشوف النتيجة. أيبا مثل ما أقول أنا حق ولدي، يا ولد يا ولد يا ويلي، أنا أدري شنو طلع نتيجة، أنا أدري شنو طلعت نتيجة. المهم البامية هذه مالت العبدلي، وتعرفون بتاعت بامية العبدلي هي تشبه البامية العراقية والإيرانية، هي قريبة من بعض. حطيت الحين إصبارة اللي هو التمر الهندي، إصبارة معجون الإصبار. أنا عادة أحط ترى على فكرة ليمون، ملح الليمون، ولكن في ناس تتحسس يعني لا هذا مو صحي يجيب السرطان. اوكي يلا حط تمر هندي، بس انا ترى في الطبيعي المرق اللي حق بيتي انا احط ملح الليمون، ما عندي مشكله، لان مخاوفكم المرضيه هذه تجيب لكم المرض. لما ما شوف سويت انا؟ اشرت بيدي، قلت هذه الطبخه. خلنا الحين نعزل المرقه عن على الجولة الثانية، وندش هني كاميرتنا بتورينا الطبخة، كبس العيش على المروق هذا، مروق كل شيء، مروق كل شيء، مروق الذيل، مروق هني قطيت انا يسمونه كزبرة وثوم مثلج بعد زيادة، باقي العلبة اللي عندي قطيتها. هناك عند القصاب ما استعمل لا كزبرة ولا ثوم، وعلى المروق بس. كانت طيبة صراحة، كانت طيبة وايد، بس أنا هاي النكهات أحبها، أنا شخصيا يعني أحبها، لذلك أحطها. الحين نزلنا العراقيب كلها تأكيدا للنكهة والطعم، ونروح الحين ننزل بعد عقبها العيش، عقب ما تتجانس الأمور هذه كلها. اكتبوا لي يعني شنو تتوقعون الطعم، اكتبوا لي شنو تتوقعون الطعم، خطير ولا عادي ولا لا. انا ما اقول حق اي اكل مو زين، انا الاكل لما اشوفه اقول هذا اكيد زين حسب ذوق اصحابه، بس كذي طبخه انا استمتعت فيها وايد. بعد شوي يطلع لكم انا بالصوت والصوره واكل قدامكم واعلمكم. الطبخة طيبة حيل، وايد طيبة. هني أنا قررت أذوق الملح، لأن الملح يمكن ما عرضت عليكم ملح، بس الملحة كانت قاصرة، راح أزيدها شوية ملح. أيوة، وعندي صبع مجروح أقول لكم عليه بعد شوي، وجرب بسيط. الحين نزل عيش، شيبس عادي. بعدين شنو؟ ما حطيت له لا ماي ورد ولا مطيبات ثانية ولا صبغة ولا شيء، أبيه كما هو. وبتشوفون الصورة النهائية شلون جميلة، بتشوفون أنا مصور عشانكم، صورت وبكلامي قلت أنا هذا راح أصوركم لأن أبي عينكم تاكل، لأن أنتم ما تقدرون تجيزون الأكل مالي. هذا الأكل أنا طبخته، أنا عاقله، أنا وأهلي، بس بعينكم راح تاكلون شيء جميل. المرقة ويا هذا العيش اللي شابسه على العراقيب، شوي عطى شوي كزبرة، يلا ونسكر عليه المرقة، جدر أمي، واللي بعده استوى تقريبا إلا ربع.
هذا مستوي الا ربع، هذا اخر تحريكه قبل لا ننجم. يا حلو يا حلو. ترى النكهات هذه اللي جايه من العرابيب احلى من اللي تجي من اللحم، احلى بوايد. تحسفت هني صدق، انا تحسفت اني ما حطيت لوبه تطبخ مع هالامور هذه. اللوبه بعد تعطي طعم حلو لان قربنا صوب طعم الباجة. اوكي، هذه الطبخه اللي خذت وقت وايد، وهذا ترى جرح صغير يعني وايد صغير، بس انا اخذ دوا سيوله لفيته عنها السيوله. زين. طبختنا هذه ام الباميه ويا كراعيب ويا العجوه ويا كل هذا مقاديرها رخيصه، حيل رخيصه، والنتيجه عجيبه. الحين انا بذوق قدامكم، وبرزنتيشن ما له داعي، لان هذه يعني ما اقدر اقول اسميها اكله فقاره، هي اكله نقوه مالت نقوه رخيصه وايد حلوه. يا ويلي، زياده مالت الباميه هذه ضبطت السالفه. العيش هم شويه غير عن نكهه اللي كليته عند القصاب، ولكن يشبهه. ما حطيت ثوم، حطيت كزبره، بس يشبهه. عجيبه. اشياء قاعد تي. لا، بصورها لكم، حطها بمنظر جميل، خلي عيونكم تاكل. اشوفكم على خير.